وده اللي احنا بنحاول نعلمه للناس. حتى في الكوره بنعمل كده. ايوه. يعني حتى في الكوره بنقول لازم الولاد اللي هم كويسين لازم يبتدوا يخشوا ويبتدوا يتعلموا، حتى كل صغيره وكبيره، عشان دوت هم اللي بعد كده يجي يحلوا محلنا يعني. طب يعني حضرتك، يعني احنا الناس فهمت ان قرار النادي الاهلي بعدم التصعيد للاداريه العليا هي احترام قرار القضاء، لكن حضرتك بتفاجئنا بحاجه تانية، بتقول ده احنا تعبنا وادينا الرساله بتاعتنا، وفعلا كل الازمات اللي احنا مرينا بيها فعلا نوع من التعب يعني. احنا زهقنا من القصه كلها. انا مش انا بتكلم عمومي يعني. لكن يعني احنا مجلس، احنا 9 تنفار في المجلس يعني. مجلس الاداره. احنا في المجلس الاداره لما خدنا القرار خدناه باجماع. وقلنا ان احنا يعني، انا بقول عن نفسي انا تعبت. طب ما ممكن في شباب ما تعبتش لسه. انا بقول عن نفسي، عشان كده بقول لك انا عن نفسي بقول انا تعبت. يعني تعبت خلاص يعني. لكن بتكلم على الشباب اللي هو موجود اللي هو المفروض يكمل، واخد بالك. الشباب دوت اوريدي كمان هو مش شباب بقى خلاص. ما هو يعني النهارده مثلا اعتقد اصغر واحد فينا العمري رانيا علواني. رانيا صح. رانيا اصغر صح. وبعدين خالد مرتجي وخالد دردري حوالي 50 سنه، مش صغيرين. ما شاء يعني الله. مش يعني ناس يقدروا يديروا يعني. ويقدروا ينجحوا. والعمري اعتقد حاجه و40 سنه برضه. يقدروا ينجحوا ويقدروا يديروا يعني الاربعه الصغيرين يقدروا يشتغلوا ويقدروا يديروا. بس انت هنا لما خدنا قرار يعني مش ممكن كميه الكوربشن، بس مش عارف اقولها ازاي، بس يعني الكميه ديت في كل حته يعني. ناس يعني بتلاقي في اتحاد الكوره، تلاقي في اللوائح. لا، اللوائح واتحاد الكوره، وده انا بتكلم على نفس المنطق اللي بيتكلموا فيه علينا. كويس. ان خلاص يعني مش عارف اعبر ازاي ان دي نهايه المطاف يعني. طب هل حضرتك الشباب دول يعني اللي حضرتك بتقول ان خلاص احنا قاعدين عشان الحته دي. فطبعا لما ابتدينا نقعد مع بعضينا كده جوه المجلس قلنا يا جماعه احنا مش عايزين الحته خلاص يعني فكره مش كده يعني. اذا كان كل الناس بتتكلم في بند واحد، طيب خلاص البند دوت يعني ننساه. ومش ننساه عشان ننساه، لا، احنا زي ما برجع اقول تاني، احنا بنحاول نعمل حاجه صح في الرياضه، مش قادرين نعمل الحاجه دي. يعني زي ما بقول الاتحاد، اللجنه الاولمبيه والاتحادات الدوليه بتقول لك ما فيش تدخل من الدوله، بيطلع لائحه من الدوله بتتصدق عليها. وقبليها برضه في الاتحادات نفس الكيس. اتحادات كويس، نفس الحاله برضه. تدخلت الدوله وتدخلت كويس وحاولنا خلاص يعني. طب حضرتك يعني هل حصل نوع من التضامن ما بين الشباب في مجلس الاداره مع الكبار في مجلس الاداره؟ في حضرتك بتقول ان القرار بالاجماع، فبالتالي الشباب عندهم طاقه وعندهم حماس ان هم يعطوا جوه النادي الاهلي. فاذا اتخذ هذا القرار ما تجيبنيش انا كيس، انا كده بهرج وبقول لك انا خلاص تعبت ومش عارف ايه، لكن كلهم عايزين يشتغلوا طبعا. لا بالعكس، عندهم طاقه وناس طب هم اتحرجوا من مثلا من الناس الكبار ان هم لا ما كانش فيه نوع من الحرج؟ لا. الكابتن خطيب ما حضرش الاجتماع ده، لكن هل يعني تم الاتصال بيه وكده؟ بعديها كلمني هو الكابتن خطيب، وطبعا يمكن مبسوط من القرارات يعني، بيقول لي ده صح. طب حضرتك يعني في أندية أخرى ممكن تسعى السعي النادي الأهلي، يعني إن صح التعبير بتجيب حق الأندية أو بتجيب حق المنظومة الرياضية بشكل عام، إن ميثاق الأولمبي هو اللي يمشي الموضوع. فلو موضوع تم تغييره مش من طريق النادي الأهلي، من طرق أخرى، نشوف الكلام ده يحصل إمتى. ساعتها نقدر نقول لك ايه البلد هنمشي ازاي في البلد في مصر يعني. لكن حضرتك يعني الموقف ده لازم يبقى فيه سؤال بعديه. يعني النهارده افترضنا ان القرار النادي الاهلي مشي طبيعي زي ما احنا فيه، دي اخر فتره
لمجلس الاداره، فاضل سنه. هل بعد السنه دي لو جه مجلس اداره جديد ممكن يتم التعاون بين الخبرات اللي موجوده في المجلس الحالي والمجلس الجديد؟ بلا شك. يعني نمره واحد، بس انا عايز اقول على حاجه، ودي حاجه مهمه جدا 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 نحط عليها كذا. احنا طول عمرنا بنتكلم عن انتخابات قبلها بشهر، شهر ونص، عشان يبقى استقرار النادي. استقرار للنادي. انا تاني يوم بقيت الناس بتتكلم عن انتخابات. يعني انا ناقص على المجلس دوت سنه و4 اشهر. كويس. يعني احنا اعلنوا ان عايزين يدخلوا، يعني مش هيدخلوا. يعني ده ناس ابتدت ناس تكتب من دلوقتي. يعني سنه و4 اشهر. يعني بنتكلم على 16 شهر عايزين يدخلوا النادي في انتخابات. أيوة. دي بنفسها دي كارثه، تعمل يعني مشاكل، دي كارثه يعني. كويس. فانت النهارده لازم الناس اللي هي وانا واثق طبعا من اعضاء النادي، وواثق من القيادات اللي هي ممكن تحل محل الناس اللي موجوده حاليا. واثق طبعا ان هم فاهمين الكلام دوت، بس مش كلهم فاهمين، او مش كلهم هيعملوا الصح. فيعملوا الصح عشان خاطر مصلحه النادي. يعني لازم يحافظوا على النادي. يعني يحافظوا على النادي. يعني ايه؟ يعني يبقى في النادي ده استقرار. لسه قدام الانتخابات دي 16 شهر. كويس. قبليها يا سيدي بدل ما كنا بنعملها بشهر ونص، خليها شهرين، يبقى شهرين، يبقى 3. لكن ما ابتديش قبليها بسنه و4 اشهر وابتدي اتكلم على النادي ان انا داخل وانا قاعد وانا ماشي، وانت ضامن عمرك سنه بعد سنه و4 اشهر هتعيش. واخد بالك؟ فدي اعمار يعني. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان مصلحه النادي، الناس دي لازم تفهم كويس ان النادي دوت ليه يعني دايما طول عمره مميز بالاداره بتاعته. ايوه. ودايما طول عمره بيحافظ على اللوائح والنظم. فلازم هم يفهموا الكلام دوت، ان المفروض ان لما تيجي انتخابات يبقى قبليها بفتره كافيه يبتدوا يتكلموا عن انتخابات، ويبتدوا يتكلموا على الحاجات ديت كده. من اول يوم قاعدين يتكلموا عن انتخابات يعني. طب حضرتك لما يعني انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي في سؤالي ده على الطبيعه البشريه. يعني احنا كبشر وبني ادمين، يعني كلنا بني ادم يعني. فبنيجي لو انا عرفت ان الفتره بتاعتي خلاص فاضل لها اشهر وكده، فممكن ان انا يعني ايه، يعني ابتدي خلاص بقى نوع من الايه، يعني ذهني ما يبقاش مشغول بالمنظومه دي او كذا. يعني ازاي نوصل رساله لكل اعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي ان مجلس الاداره حتى اخر ساعه يعني على قدم وساق؟ ده لازم يبقى معروف ان هم عارفين مين هم مجلس الاداره. عارفيننا وتعاملوا معانا على مدار عمر طويل. والجداد عارفينهم كويس. فعارفين ان احنا نمره واحد دي مسؤوليه. يعني انا عندي مسؤوليه. اتمنى في النهايه خالص يقول ده مجلس محترم، مجلس النادي الاهلي دوت اللي هو الكيان بتاعنا الكبير، النادي الاهلي ده. في النهايه خالص لما نيجي نمشي يقول لك المجلس ده مجلس محترم. يعني انا عندي النهارده مشاكل ماليه لازم يحلها عشان يجي المجلس الجديد دوت كذا. لازم عندي لوائح لو فيها تغييرات او فيها حاجات لازم تتظبط. عندي مشاريع كبيره كويس لازم نحط الخط بتاعهم عشان الناس تمشي على المشاريع ديت وتعرف ان احنا او التخطيط بتاعنا او ومش احنا برضو المجلس اللي قبلينا واللي قبلينا. ولما انا جيت كان عندنا تخطيط ان احنا نعمل كذا. يعني كل مجلس بيجي يكمل المجلس اللي وراه، وكل واحد بيجي يكمل ما عمله الرئيس اللي قبل كده او المجلس اللي قبل كده. وانا دايما ما بحبش اقول الرئيس ليه، يعني احنا دايما مجلس وحده واحده. يعني يمكن بس يقول لك المجلس بتاع فلان، لكن في النهايه هو مجلس اداره متضامن مع بعضه ولازم بيشتغل مع بعضه وهينجح مع بعضه. يعني مش فلان ده هينجح. ايوه كويس. المجلس ده اللي هينجح. طب هو دوت المفروض ان الاستمراريه هي دي استمراريه النادي الاهلي، ان مجلس اداره يترك النادي الاهلي في ابهى صوره ليه. مؤسسي. يعني احنا شغلنا مؤسسي. كويس. ما عنديش انا الا لوائح ونظم وقرارات بتمشي. فاحنا بنشتغل بالطريقه ديت طول عمرنا وتعلمناها كويس. وطبعا
اتمنى الجيل اللي بعدينا اللي هو المفروض يكون ماشي وعارف نفس السيستم ونفس النظام ده. طب حضرتك على غرار المشاريع بقى اللي بنتكلم فيها، في بعض المشروعات الناس عايزه تعرف، المهتمين بالنادي الاهلي عايزه تعرف وصلنا لغايه فين فيها، زي مشروع مثلا النادي الاهلي في الشيخ زايد. الشيخ زايد هم مشروعين في استاد والنادي. استاد والنادي يعني. ودول عملنا من المناقصات بتاعتهم يمكن من 3-4 اشهر فاتوا، وابتدينا نعمل تعاقدات مع الناس، واخدين موافقه الجمعيه العموميه، وبعتنا للجهه الاداريه بعد كده عن انشاء النادي في 6 اكتوبر. واعتقد ان خلال شهرين يكون في تفعيل للكلام دوت. ونفس الوضع بالنسبه برضو للاستاد، يعني هو كان يعني الاثنين في مشروع واحد يعني للارض الشيخ زايد. اعتقد يعني ده موضوع يعني يطول شرحه يعني. انت حسيت حضرتك ان احنا اتاخرنا شويه يعني في الشيخ زايد؟ الناس يعني نخلصه، وممكن يبقى في الناس المسؤوله بقى عنه مش انا. انا طبعا يعني رئيس حضرتك بتتابع الموضوع ولا وبحضر طبعا بس حضرتك شايف ان احنا اتاخرنا شويه في موضوع الشيخ زايد؟ ما اعتقدش اتاخرنا. اصل المشروع انت عايز تعمل حاجه عالميه تعملها صح يعني، فبتعملها صح. فلازم تتاخر ولازم تقدم صح ولازم تجيب ناس صح. احنا اتاخرنا ممكن يعني فتره، لكن في نفس الوقت دوت بتعمل حاجه صح يعني. هل فكره حضرتك ان اتمنى بعد اسبوعين كده يبقى في مؤتمر للكلام ده. يا ريت يا كابتن يبقى في توضيح، لان الناس بتسال لو حد عايز يشترك في هذا النادي ويبدا عضويات من دلوقتي. هو مش موضوع اشتراك يا كابتن هادي، مش موضوع اشتراك يعني. هو موضوع ان انت بتعمل مؤسسه رياضيه كبيره جدا على مستوى عالمي كويس في الشيخ زايد. اصل هو الاشتراك يعني هيجيب لك الدعم. ما هو الاشتراك حسب اللائحه بيخش في الحته بتاعته. يعني ايه الحته بتاعته؟ يعني انا لو بعمل اشتراك للنادي لازم فلوس تتصرف على النادي. لو بعمل انا بفتح بقى اللي هو الاصل المشروع بتاعنا بتاع الاستاد، او هتعمل شركه او تطرح اسهم او بتجيب حد يعمل هيكله الكوره بالاستاد بالتسويق بتاعه، ده موضوع تاني مختلف عن موضوع النادي. واخد بالك ازاي؟ فهي لوائح ونظم ماشيه احنا برضو بنمشي عليها. لكن يا ريت لو في مؤتمر قريب يعني يوضح يعني للناس تفاصيلها برضو. 15 يوم او 10 ايام، من 10 ل 15 يوم. طب وفي موضوع اللي يخص برضو الاهلي يعني كشركه متخصصه في كره القدم، تحويل النادي. ما هي دي ما هي دي اللي هي هيكله كره القدم. داخله فيها الاستاد وهيكله كره القدم وانشاء الشركه وازاي دي داخله فيها. يعني ده الاستاد داخل الروابط. موضوع تاني بقى. الروابط ده موضوع تاني. الروابط انت لازم تهيئ نفسك ان انت عندك المواصفات ان انت تبقى نادي محترف. ايوه. بس ده طبعا بناء على اللائحه بتاعه الاتحاد الكوره اللي المفروض يبعتها ويصدق عليها في اللائحه الاساسيه بتاعته للاتحاد الدولي، ويصدق ويقول لك لابد من انشاء الروابط ومواصفاتها 1 2 3. دي ماشيه عن طريق الاتحاد والانديه 18 او 19 نادي. ال 19 نادي لما كانوا بيجتمعوا عملوا لجنه من جواهم، وعملوا المستشار محمود فهمي رئيس اللجنه، رئيس الهيئه او الرابطه، او يعني بيسموها ايه تحت التأسيس. الرابطة تحت التأسيس أو الهيئة تحت التأسيس. وأعتقد إن هم خلصوا اجتماعاتهم يعني، ومفروض إن إحنا تتعرض علينا الكلام دوت. دي شق بقى، دي أنت بتنشئ روابط الأندية وبتعمل دوري المحترفين بقى بعيد عن اتحاد الكورة بقى. اتحاد الكورة مش بعيد عنه. اتحاد الكورة أنت لازم يوافق على الكلام دوت، ولازم يبقى موجود ومشارك معانا اتحاد الكورة، وهو المسؤول عن الناحية الفنية التنظيمية كمان. وانت مسؤول الروابط بقى، مسؤول عن المسابقة نفسها، عن التسويق بتاع المسابقة، على البث الفضائي، على كل ما يخص وتوزيع الحقوق والكلام ده كله. طب حضرتك الاهلي يمكن دخل في مشاريع بقى، هو اول نادي تقريبا دخل فيها زي الاهلي ديجيتال مثلا. كان موضوع من حوالي اسبوعين 3 وابتدى النادي الاهلي يتفاعل مع هذا الحدث، لكن في بعض الاعلاميين
يمكن زعلانين شويه لان هم كانوا بيغطوا النادي الاهلي من جواه يعني مثلا تصوير فوتوغرافي او بعض الاخبار اللي بياخدوها يدوها لوسائل الاعلام المختلفه، فاصبح الموضوع مقتصر بس على اداره الاهلي بس. لا مش فاهم، معلش. يعني النهارده الاهلي ديجيتال ده موضوع هيخرج كل الاخبار من اولها لاخرها وتطلع فيها عشان هو يبقى اول خبر، عشان يبقى هو اول خبر. بس ده لا يمنع الصحفيين يبقوا متواجدين، ولا بيمنع الصحفيين يحضروا التدريب، ولا يمنع الصحفيين ان هم يتكلموا مع اللعيبه ويسمعوا اخبار مدير الكوره اللي هو المفروض المتحدث باسم الكوره عندنا. كويس، ده لا يمنع هذا الكلام. يعني مفيش منع ليهم. طبعا. اصل هو في كان كلام تداول انه هيبقى منع المراسلين الاعلاميين من التواجد جوه النادي. ازاي يعني؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط الكلام ده. ما تقدرش. لان المفروض دي يعني بتبقى خدمه اعلاميه للجميع. طبعا الشركه الخاصه بالنادي الاهلي هيبقى ليها السبق اكيد في يعني بعض مثلا انا مثلا سي مدير كوره وعندي قرار او عندي حاجه، ما فيش ما يمنع دي الاهلي الديجيتال، ما فيش ما يمنع ان دي قناه النادي الاهلي، ما فيش ما يمنع ان دي مجله النادي الاهلي. كل ده ما فيش ما يمنع ان هي تبقى الخبر. بس عشان احنا تعودنا على كده، يعني تعودنا ايه ان لو في حاجه خاصه بالنادي لازم كل الوسائل الاعلام تعرفها. يعني انا مر عليا حاجات كتيره من هذا المنظر، يقول لي طب دولت ضد النادي، دولت مش عارف ايه. كويس، طب ده كل يوم بيهاجموا النادي. كويس، ومع هذا اقول لهم لا، ما فيش صحفي يتمنع يخش النادي الاهلي. ما ينفعش ان انا امنع صحافه عشان واحد بيهاجمني او بيهاجم النادي، ما بيهاجمنيش يعني، او بيهاجم النادي او بيقول حاجات غير حقيقيه، واجي اقول ده ما يخشش النادي. حضرتك مفرق تماما بين الاداء المهني وما بين المنع وان انت يبقى معلومات النادي الاهلي للجميع. الصحفي حقه ان هو ينقد، وحقه ان انا اقول له انت بتقول غلط ولا لا، واخد بالك وكده. هو طب حضرتك انطباعك ايه عن الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره؟ وهل فعلا مأساة؟ فضائيات مأساة، والصحف كترت قوي، يعني اصبح في عدد كتير من الصحف الموجوده في الرياضه وغير الرياضه. والفضائيات كترت قوي، ملهاش حدود وما فيش كنترول عليها، مفيش رقابه، وما تقدرش ترد عليها. واذا ما رحتش لحد ده بيزعل، وده مش عارف يقول لك لا طب انا اعمل ايه عشان ده يعمل. يعني الحقيقه يعني الفضائيات والصحف الكثيره اللي طلعت في الفتره الاخيره ديت، يعني حضرتك وقتك بيسمح ان انت تتابع الاعلام الرياضي؟ بتابعه، يعني مش متابعه جيده، لكن بسمع كويس. ممكن ما اقراش لكن بسمع. ويعني مش ما تقدرش تتابع كل صفحه، وانا طبيعتي كده اصلا يعني. بس بقدر الم يعني الحاجات ديت بسرعه. يعني هو قدر النادي الاهلي ان هو تحت الاضواء يعني طول تاريخه، وبالتالي اذا كان وقدر النادي الاهلي ان هو طبعا عنده عناصر او ناس من الناس اللي شغالين داخل النادي او المسؤولين برضو شديد التحفظ على خروج معلومات كثيره، فبالتالي بيبقى في مجال للاعلام ان هو يجتهد. فالاجتهاد ممكن بيحصل فيه اخطاء كثيره. بس خلي بالك في العالم كله كده، يعني معلش مع احترامي، يعني انا النهارده باجي اخطط لمستقبل النادي او بلاش مستقبل النادي ديت، بخطط فريق كوره، عايز ده يمشي ده يقعد ده مش عارف ايه، لغايه ما باخد القرار لازم الكلام دوت يبقى مناقشات لغايه ما بترسي على قراره ويطلعه كل الناس. الكلام دوت عندنا في مصر اي واحد بيفكر يغير حد ويجيب حد تلاقي كله الصحفي كتبت. في العالم كله مفيش كده. لما تنهي الصفقه بتاعتك او يبقى في تفاوض جدي ورسمي بين الناديين بتطلع. طب حضرتك يعني او بتتعاقد مع مدرب او اي حاجه يعني. هنا موضوع مختلف. طب حضرتك بالنسبه برضه للتعاقد مع المدرب وكده، طبعا الانديه كلها في مصر بتعاني من ازمات ماليه نظرا لظروف البلد وظروف، والنادي الاهلي مثل اي نادي موجود طبعا على راسهم كنادي كبير، لكن في الاخر برضه هو من ضمن المنظومه الرياضيه. هل حضرتك يعني مثلا المدرب الاجنبي والمدرب المصري، فكره هنا المدرب المصري هو بيحقق نجاحات يعني كتيره سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه، ففكره المدرب المصري بتبقى وارده في ذهن النادي الاهلي؟ طبعا
هل هي لها أولوية أم المدرب الأجنبي؟ طبعا لو مدرب مصري وعنده نفس الكفاءة أو أقل قليلا من المدرب الأجنبي، يفضل المدرب المصري حتى لو أقل شوية. قليلا قليلا، ما يبقاش في جاب. آه. يعني هو برضو عنده اللغة وعنده الطباعة المصرية وعنده حاجات كثيرة جدا كويس، يعني تبقى ميزة عن الأجنبي. لكن في النهاية خالص لو الأجنبي ده أكثر كفاءة منه وثبت كفاءة، لا بنفضله طبعا الأحسن اللي موجود. لكن ما فيش ما يمنع خالص أن يوجد مدرب أجنبي مصري يدرب النادي الأهلي. حتى حضرتك وليها دخل برضه من مسائل المالية، يعني دخل الناحية المالية ليها علاقة. والله شوف، احنا الحتة دي ما بنفكرش فيها بالطريقة دي، انت بنفكر في بطولة. ايوه. هديك مثل يعني، لما بنكسب بطولة افريقيا وبنروح كاس العالم، ويمكن اخر مرة طلعنا التالتين على كاس العالم، كان ايرادات ان لم تخن الذاكرة يعني حوالي 4 مليون دولار ونص تقريبا بالتبرعات او بدون تبرعات، مش فاكر، لكن وصلت الرقم رقم عالي. 4 مليون دولار ونص يعني في البطولة دي بس. 2 مليون دولار ونص ومليون دولار اشتراك والاتحاد الافريقي. كويس، دي بتجيب اي مبالغ تقدر تدفعها لاي حد ايا كان هو ايه. يعني رقم واحد عند النادي الاهلي الناحية الفنية. طبعا. يعني ان ازاي توصل الجهاز الفني واللعيبه ان هم يكونوا اعلى حاجه بغض النظر عن الناحيه ازاي انا يبقى عندي جهاز فني قوي وفني عالي اصل المدرب الناجح مش مدرب فني بس، لكن المدرب الناجح فيه مواصفات شخصيه. يعني لازم تبقى شخصيه محترمه وقياديه، ويقدر يبقى عنده نفساني يقدر يتعامل مع اللعيبه، ولازم يبقى اصلا راجل يعني عنده قياده او قائد. يعني مش كفايه يبقى اداري بس، لا الفني لازم يبقى قائد. طب حضرتك يعني اخر مدرب مصري تولى المهمه كان الكابتن حسام البدري. حضرتك يعني هل التجربه بتاعت الكابتن حسام كمدرب مصري شاب خد المسؤوليه في الفتره دي، انت شايف ان هو يعني حقق نجاح في الفتره اللي هو مسك فيها؟ ما تقول انت مش انا. علق انت، يعني انت بتتكلم عن المدرب المصري. كويس، احنا وقفنا باكنج لحسام، ومستقبلا ادينا له يعني 3 سنين، سنه وسنتين عشان نديله استقرار ونديله ان هو يبقى موجود معانا. واخد بالك؟ بالعكس، يعني لو في مدرب شايفينه مصري هنبقى باكنج ليه اكثر، وهنبقى نقف معاه كويس. ولازم يعني اصل نجاحه من نجاحنا. صحيح. لكن ما فيش ما يمنع من وجود مدرب مصري. لكن انت عندك الكيس بتاعت مستر جوزيه نجح مع النادي ومدرب كبير وعمل نتائج وعنده شخصية وفعلا مدرب كفء. نعم. واخد بالك؟ فده طبعا ميزة موجودة. وعرف اللعيبة وعرف الجو. فدي ميزة موجودة عندك. ومع هذا لما جه جوزيه مشي، فكرنا في اقرب واحد مصري يقدر يدير النادي او يقود النادي. واخد بالك؟ وكنا باكنج ليه. نعم. يعني هسأل حضرتك على ان عقد ممكن يجي مدرب مصري تاني، ممكن يجي، لان مفيش مشكله خالص. مستر مانويل جوزيه فاضل له يعني ايام معدوده في لغايه نهايه الموسم بعد افريقيا. وعايز اسال حضرتك بعد الفاصل هل اتكلمتوا في فاصل تاني؟ في فاصل ونرجع تاني لحضراتكم.